السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله كده إحنا رايحين اسكندرية. أصوركم يا كلاب. ماشي رايحين اسكندرية. طبعا الناس كلها صيفت، إحنا آخر ناس، فما تفكروش نفسكم أول ناس يعني. وما شاء الله واخدين العربية على حسابنا. ماشي اديكم نظرة عامة على العربية. طبعا احنا في الطريق، يعني احنا في الطريق من طنطا الى اسكندرية. اما نوصل بقى هبقى ايه، اوريكم المكان اللي هنروح فيه والشط، وبعدين نروح الشقة، وبعدين ايه بقى هقولكوا على حاجة. احنا الاول هنروح الشط عشان معانا ناس هتروح اخر النهار، فنروح معاهم، وبعدين نروح الشقة اوريكم كل حاجة بقى هناك. ماشي انا بسمع نور. ومعانا واحدة هبلة عبيطة لابسة زعبطة، والتانية شوفوا بتتصور اهي من اولها، يعني احنا لسه الساعة 5 الصبح وبتتصور اهي. وروفان طبعا نايمة، ومعانا الكابتن احمد ما بيحبش التصوير. مش عارفة ما بتحبش التصوير ليه يا احمد؟ بتطلع وحش؟ ما بيحبش التصوير خالص. ايه؟ لا تقلقي يا خالتي، لا تقلقي. سيتم بس الفيديو بعد العودة إلى الوطن. بصوا بقى وخليكم معانا بقى للآخر نظرة عامة كده على الطريق اهو. احنا في الطريق اهو. اوديكم بقى ايه لما نيجي عند بحر كفر الزيات، اوريكم كل حاجة في الطريق. ماشي خليكم معانا للآخر. احنا دلوقتي اهو لسه في الطريق، وصلنا كفر الزيات. تمام، هنعدي على كوبري كفر الزيات اهو. خلاص احنا يعتبر خلاص هنمشي على كوبري كفر الزيات. احنا كده على كوبري كفر الزيات. النيل اهو. اما نوصل هناك بقى في مدخل اسكندريه بقى هكلمكم تاني. سلام. الله وعن منوالها كل العباد، وعن منوالها كل العباد، وعن منوالها كل العباد، وعن منوالها كل العباد. رسول الله يا خير الورى يا قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. لما ذكرنا رسول الله والنور لاح، النور لاح. لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين وأبدي وحالي الله، وأقول لمين النبي غالي الله. أشكي لمين وأبدي وحالي الله.
المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، صاحب القبة الخضراء اللي علينا من نظرة، يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا من نظرة، حس الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب مناه، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، حادث لجدك طمني وبذكره هفضل متهني، حادث لجدك طمني وبذكره هفضل متهني، أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، ست الكريمة بنت الزهراء عليا المقام نظرة يا طهرة، ست الكريمة بنت الزهراء عليا المقام نظرة يا طهرة، مودي علينا بالنظرة بجاه جدك رسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. سلام يا دفعة من أبوك وأمك وأخوك أختك وخالك، سلام يا دفعة وسلام جايلك خصوصي جايلك من عمامك، سلام يا دفعة من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك، من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك، بيقولوا لك شد حيلك ربنا دايما يعين، واعرف ان بلدنا غالية واعرف انها محتاجالك، بيقولوا لك شد حيلك ربنا دايما يعين، واعرف ان بلدنا غالية واعرف انها محتاجالك، سلام يا دفعة صلاة او عبادتك طول حياتك، ربنا بينصر عباده بالايمان. يا محمد طب يا بنت حبة تديك خلاص خليك وصلنا الشط اهو، وروبان اهي شايفينها، بصوا هزوم لكم عليها اهي، لبست المايو ونزلت في ثواني. شكل الموجة تحفة مغرية الصراحة. اهدي ورميساء اهي نزلت. احنا لسه طبعا الصبح بدري.
فهمني كفايه عليك. ودلوقتي خلاص بعد ما رحنا الصبح على الصبح بدري، اول ما وصلنا رحنا على الشط عشان معايا خالتي كانت المفروض انها تروح اخر اليوم يعني. فروحنا طبعا رحنا الشقة. الشنطة اللي انت شايفينها دي بتاعت خالتي برضه جاية بيها. وده عمار طبعا نايم على الكنبة، وانا بوريكم كده ايه لفة كده في الشقة. الولاد اول ما جم دخلوا عفوا دخلوا اخدوا دش وقعدوا طبعا شغلوا التلفزيون ومسكوا تليفوناتهم وقعدوا بقى يتفرجوا، اللي معاه تليفونه مشغول فيه واللي معاه واللي ما معهوش بيتفرج على التلفزيون. ده طبعا احنا كده هي عبارة عن صالتين 2، كل صالة فيها انتريه يعني، والشباك والبلكونة وكام كرسي كده وكام مروحة. الشقة طبعا كانت قريبة من الشط جدا، اللي هو يدوب 3 عمارات من شاطئ المنظرة، من المنظرة 3 عمارات كده اللي انتوا شايفينهم دول، والبحر على طول. ما تخافش، في حد في الحمام طبعا. مش حبايبي الجماعة دول بيعملوا الأكل ماشي، فاحنا مش هنصور. بوتاجاز في بقى الحاجات دي كده، دي الحاجات اللي احنا جايبينها. ودلوقتي طبعا دخلت لكم اول الأوضة كان فيها سريرين وكومودينو وكرسي وتكيات كده ودلاب وتسريحة، وفيها برضو مروحة. تمام. محمد طبعا مصدق جه ونام على السرير. ودلوقتي طبعا احنا كان معانا فراخ، كنا واخدين معانا فراخ واحنا رايحين ونزلناها تحت البتاع. كان في واحد بيشوي تحت فراخ، وديناها له تبلها وشواها. والبنات عملوا سلطة وعملوا رز بشعرية ومخلل وبطاطس شيبسي وكده، واكلنا كده. ده كان اول يوم، او كان اليوم كده كان لحد تقريبا قبل المغرب بشوية، يعني بعد العصر بساعة كده. دلوقتي طبعا بنتغدى وهنشرب الشاي، واشوفكم في فيديو جديد نكمل.